الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسبية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدس قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف عارض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا
إنا لنراها في ضلال مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من والد ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى نستغفرك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. سبحان
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله وبحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulil Karim. Amma ba'du. An Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa mautul alimi musibatun la tujbaru wa thulmatun la tusaddu wa huwa najmun tumisa mautu qabilatin aisaru min mautin alimin. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian seorang alim merupakan musibah yang tidak dapat diganti dan merupakan retak yang tidak bisa ditambal. Ia bagaikan sebuah bintang yang tidak lagi bersinar. Kematian orang satu kabilah lebih ringan daripada kematian seorang alim. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian seorang alim merupakan musibah yang tidak dapat diganti dan merupakan retak yang tidak bisa ditambal. Ia bagaikan sebuah bintang yang tidak lagi bersinar. Kematian orang satu kabilah lebih ringan daripada kematian seorang alim. Penggalan hadis riwayat Baihaqi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mathalal ulama'i fil ardi kamathalin nujumi fis sama'i yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr fa idza intamasatin nujumu aw syaka antadillal huda. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan para ulama di muka bumi adalah seperti bintang-bintang di langit yang dapat dijadikan sebagai pedoman arah di dalam kegelapan, baik di darat maupun di lautan. Apabila bintang-bintang itu tidak lagi bersinar, maka tidak lama lagi orang-orang akan mencari arah pun akan tersesat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan para ulama di muka bumi adalah seperti bintang-bintang di langit yang dapat dijadikan sebagai pedoman arah di dalam kegelapan, baik di darat maupun di lautan. Apabila bintang-bintang itu tidak lagi bersinar, maka tidak lama lagi orang-orang yang mencari arah pun akan tersesat. Hadis riwayat Ahmad. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu orang yang faham agama lebih berat bagi syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu orang yang faham agama lebih berat bagi syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu qala dzukira li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma 'abidun wal akhiru 'alimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradina hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang, salah satunya seorang abid dan yang lain adalah seorang alim. Lalu Rasulullah SAW bersabda, keutamaan orang yang alim terhadap abid adalah seperti keutamaanku terhadap orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, sesungguhnya Allah merahmati orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Para malaikat dan para penduduk bumi pun memohonkan ampunan bagi mereka. Para penduduk bumi termasuk semut-semut di lubangnya, bahkan ikan-ikan semuanya mendoakan kebaikan bagi mereka. Hadis riwayat Tirmidzi.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu alimun aw muta'allimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah sesungguhnya dunia itu terlaknat dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya kecuali zikrullah, perkara yang disukai Allah dan orang alim atau pencari ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita lebih mudah mengamalkan dan menyampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى ال سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهله يا ميسر كل عسير يا جابر كل كسير يا صاحب كل فريد يا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسر اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له ونعوذ بك من السآمة والملالة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في شهر رمضان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.